أول امبارح يوم 27/10 أعلن الجيش الإسرائيلي وبشكل رسمي الاجتياح البري لغزة، وقبل الاجتياح قطعوا الكهرباء والمية والغاز وقطعوا كمان الإنترنت عن قطاع غزة بالكامل. يعتبر قطعوا كل شبكات الاتصال في غزة، وده معناه إن غزة بقت منطقة معزولة تماما. مفيش إنترنت، مفيش قنوات تبث أي حاجة بتحصل في غزة دلوقتي. حرفيا غزة بقت ضلمة كحل، وإسرائيل استغلت الضلمة والعتمة دي في إنها تقصف قصف جنوني على غزة، يعتبر هو القصف الأعنف من بداية الحرب. حاليا حرفيا غزة بتولع. كمية المجازر اللي بترتكب حاليا في غزة غير مسبوقة. كان في صحيفة اسمها ميدلست آي نزلت من كام يوم تسريب للمخطط الإسرائيلي في العملية البرية، وإن إسرائيل متحالفة مع أمريكا تحت إشراف قوات الدلتا، وهتكلم عنها قدام. عايزك تعرف كمان ان الرئيس الفرنسي طلع واكد انهم هيبداوا في عمل تحالف اقليمي ودولي علشان يدمروا غزة، بمعنى انهم هيجيبوا جيوش من معظم دول العالم ويخلوهم يتحدوا علشان يدمروا غزة ويدمروا القضية الفلسطينية للأبد. عملية إبادة كاملة لمنطقة غزة. ده غير ان امريكا عمالة تبعت اسلحة بطريقة مرعبة لإسرائيل، زي قوات الدلتا اللي امريكا بعتت لإسرائيل منهم حوالي 2000 جندي. قوات الدلتا دي قوات يعني حاجه فظيعه، حاجه كده فوق الخيال. يعتبر دول نخبه النخبه في امريكا. اقول لك على حاجه، اقوى واكبر العمليات العسكريه اللي قامت بيها امريكا قامت بيها بقوات الدلتا. قوات الدلتا اللي بكلمك عليها دي هي اللي بتساند اسرائيل دلوقتي في الاجتياح البري لغزه، وكده الصوره توضح ونعرف ان الحرب اللي ما بين اسرائيل وغزه بتقودها امريكا، او بمعنى اصح هي اللي بتدير المعركه او الحرب اللي بتحصل دلوقتي. وده لان امريكا شايفه ان الجيش الاسرائيلي غير مؤهل للاجتياح البري، وكمان غير مؤهل عسكريا للدفاع عن نفسه او حتى التعرض لهجوم من قطاع غزه. وامريكا شايفه ان الجيش الاسرائيلي لو دخل في معركه بريه مع غزه 100% هيخسر. عشان كده بعتوا لهم جنرالات وقادات كانوا مشاركين في غزو العراق، وعشان هم خبره في الاجتياحات البريه او الحروب البريه، هم حاليا اللي بيديروا الاجتياح البري لغزه بدل الجيش الاسرائيلي. المعركه حرفيا دلوقتي بقت بين غزه وامريكا. الموضوع معقد جدا وفوق ما تتخيلوا. وعلى الجانب التاني مفيش اي دعم عربي خالص لفلسطين او غزه. اقول لك لو رجعنا بالتاريخ شويه لسنه 1967، وبالتحديد بعد النكسه لما اسرائيل استولت على سيناء بالكامل، كان الدعم العربي لمصر دعم جبار وقوي جدا. الجزائر وقتها كتبت شيك على بياض وسلمته للاتحاد السوفيتي وقالت له ادي لمصر كل الاسلحه اللي هي محتاجاها ومالكش دعوه بالحساب. ولا سوريا مثلا اللي شاركت معانا في الحرب وقالت ان مصر مش هتحارب لوحدها. او السعوديه اللي الملك فيصل وقتها عقد اجتماع طارئ لكل دول الخليج ومنعوا النفط عن العالم كله. سلاح النفط ده كان من اكتر الاسلحه القويه جدا اللي ساعدتنا في الانتصار وقتها. اي دوله كانت بتدعم اسرائيل كان بيتقطع عنها النفط. مش فاهم بجد في ايه دلوقتي يا جماعه. اسرائيل بتهجر اهالي غزه، ومخطط التهجير ده شبه بينجح دلوقتي. الحمد لله اهل غزه لسه ما تهجروش بالشكل اللي موجود في الخطه الاسرائيليه، بس اسرائيل دلوقتي قطع عنهم الميه والكهرباء والغاز وكمان شبكات الاتصال. ده غير ان مفيش اي حاجه بتدخل لهم، ولا اكل ولا شرب. الناس دي من غير ما يدخل لها المعونات مش هتقدر تستحمل. مهما كان في مقاومه للجيش الاسرائيلي مش هيستحملوا. في اباده جماعيه دلوقتي بتحصل لحوالي 2.3 مليون بني ادم. على الاقل المواقف الدبلوماسيه المفروض انها تبقى اقوى من كده. وبعدين لو الاجتياح تم بشكل كامل والتهجير ده نجح، ما تكلمنيش خلاص عن القضيه الفلسطينيه، انتهت. الواحد بقى قلقان بطريقه مرعبه جدا. ده حتى الاكل والشرب مش قادرين نوصله لهم. انتوا فاهمين احنا واصلين لحد فين؟ انا الفتره اللي ما كنتش بنزل فيها فيديوهات من بدايه الحرب ولحد دلوقتي كنت بشوف كميه فيديوهات على تيك توك وعلى المنصات التانية، فيديوهات بالالاف وكلها بتتكلم باللغه الانجليزيه. محدش هنا بيناشد العرب ولا كاننا موجودين. انا واحد من الناس كنت بفكر اعمل فيديو باللغه الانجليزيه اللي يمكن يوصل صوتنا للغرب، بس خدت بالي ان صوتنا اصلا مش واصل للدول العربيه ولا الحكام الدول العربيه زي ما محمد رمضان قال. وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ صوتك يوصل لحكومتك. مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ على رايه احنا بنناشد مين وبنستنجد بمين واحنا اللي في ايدينا التغيير؟ انا هنا مش بتكلم احنا كشعب، انا بتكلم احنا كدوله وكدول عربيه بشكل عام. الواحد الفتره اللي فاتت، الاسبوعين اللي فاتوا يمكن اكتر من كده كمان، بقى حاسس بالعجز لدرجه مش طبيعيه. يوميا انت قاعد بتتفرج على اخواتك وهم بيتقتلوا وهم بيتيتموا وهم بيبادوا حرفيا، وانت قاعد بتتفرج مش لاقي حاجه تعملها. مفيش في ايديك اي خطوه غير ان انت تدعي لهم، وهو ده المهم وهو ده الاهم فعلا دلوقتي، ان احنا لازم نقوم ندعي لهم. على الاقل دلوقتي مفيش في ايدينا حل غير كده. وان شاء الله كل حاجه هتوضح اكتر في الايام اللي جايه. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، وبس كده. سلام.